الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معاكم احمد الباز، وان شاء الله النهاردة فيديو جديد برضو مش من اختياري، من اختياركم انتم. النهاردة الفيديو من اختيار الاستاذة جوجو، او انا مش عارف اسمها، ولكن اسم الاكونت زي ما انتم شايفين جوجو. هي متابعة قديمة للقناة ومشرفانا على طول، ودايما من اكتر الناس المتفاعلين على القناة. كان سؤالها على اكل المضيفين. زي ما انتم شايفين السؤال انا سايبه لكم في السكرين شوت اهو. والمضيفين بياكلوا ازاي؟ وهل هم بيخدموا نفسهم، ولا في واحد فيهم مسؤول ان هو ياكل الناس كلها، ولا كل واحد بيقوم ياكل نفسه زي ما هي قايله لنا كده؟ طبعا اسم استاذه جوجو هيبقى معانا على طول الفيديو، وهيبقى متثبت زي ما احنا متعودين. خلينا على طول نبدا في موضوع اكل المضيفين دوت. وفي ناس كتير جدا بتسال ليه بنشوف المضيفين طالعين الطيارة ومعاهم الأكل بتاعهم؟ هل الشركات مش بتوفر أكل للمضيفين ولا لأ؟ خلينا نكون متفقين على حاجة من البداية. احنا بنمشي دايما على قوانين الشركة اللي احنا شغالين فيها. والله بيقدموا أكل هناكل، ما بيقدموش أكل وبيقدموا فلوس مكان الأكل يبقى ناخد أكل معانا واحنا جايين، أو هنجيب أكل من المطار مثلا أي نوع واحنا طالعين الطيارة. ده لو الكلام ده الطيارة ما بيطلعش فيها أي نوع من أنواع الأكل. ولكن في الشركات، اغلب الشركات بيبقى فيه وجبات طالعه للكباتن ووجبات طالعه للمضيفين، حتى لو مفيش سيرفيس للركاب. طيب دلوقتي احنا في شركه فيها اكل، خلينا ننسى الشركات دي لان انا ما اشتغلتش في شركه ما فيهاش اكل قبل كده. فانا هكلمكم على شركه من اكرم الشركات اللي في العالم. يعني فعلا شركه الخطوط السعوديه شركه كريمه جدا 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 في الاكل اللي بيطلع للركاب والاكل اللي بيطلع للكرو والمضيفين، يعني كرو الكباتن والكرو المضيفين. الاكل بيطلع كتير جدا، ولكن في حاجه بقى، انت مش يعني في شخص مسؤول على المكان اللي بيبقى فيه الاكل دوت، ولكن الشخص ده مش بيبقى هو المسؤول ياكل الكرو. يعني هو مش مطلوب منه، ولكن هو بيبقى مسؤول عن المكان اللي فيه الاكل، ان هو ما يتلخبطش مع اكل الركاب. مفيش حاجه تطلع غلط، حاجه تخش مكان حاجه فيحصل لخبطه، او نطلع فوق نكتشف ان الاكل مش موجود. لو احنا رايحين رحله 10 12 ساعه ونكتشف ان مفيش اكل للكرو، بتبقى على طول مسؤوليه الشخص دوت. الشخص ده غالبا بيبقى ده موست سينيور، اكتر واحد سينيور في الطياره، هو اللي بيشيك ان الاكل بتاع الركاب موجود 100 الاكل بتاع الكباتن تمام، الاكل بتاع الكرو تمام، عشان لما نطلع فوق مفيش مجال ان احنا نقول انا نسيت، لان خلاص يعني هتطلع فوق مفيش اكل يبقى مفيش اكل خلاص لحد ما الرحله تخلص. طيب ليه بقى الكرو بيجيب اكل معاه وهو طالع؟ هتلاقي دايما الكرو اللي بياخد اكل معاه وهو طالع مش بيحب اكل الطياره. يعني اصلا اكل الطياره مش اشهى حاجه ومش احلى حاجه، فتلاقي الكرو دايما يحب يجيب اكله او فطاره مثلا او غداه، يبقى مجهزه او مجمده، ويطلع فوق بقى عايز يسخنه في اي اوفن من الاوفنات اللي موجوده في الطياره، ويبتدي ياكل اكله في وقت الراحه بتاعه. هل الشركه بتدفع بقى الموضوع ده؟ لا، طالما الشركه موفره اكل في الطياره يبقى انت ما تطلبش بقى اللي احنا يبقى لينا بدلات اكل مثلا او الكلام دوت. يبقى خلاص، يبقى طالما في اكل في الطياره انت ما تطلبش فلوس، ولو في اكل في الطياره وانت ما بتاكلوش هيبقى على حسابك بقى انك تجيب اي حاجه من بره وتاخدها معاك وانت طالع. ملحوظه كمان، الاكل اللي بيبقى في الطياره بيبقى نسبه الملح فيه ازيد 30% من الطبيعي، ونسبه السكر اللي في الحاجات المسكره ازيد 30%. ليه الموضوع دوت؟ لان احنا لما بنطلع فوق في الدراسات الحديثه قالوا ان الضغط الجوي اللي في الطياره بيأثر بشكل كبير جدا على اللسان، وزي كده السنسورز بتاعت التذوق عند الانسان. فلو الاكل طبيعي هتحس ان هو عادب، فبيزودوا نسبة الملح، فبالتالي اي اكل في الطيارة بيتخن اكتر من اي اكل تاني على الارض. فتلاقي على طول الكرو يخلي باله وما بياكلش اكل الطياره بنسبه كبيره، ولو جاع يا دوبك بياكل فاكهه مثلا او بياكل حاجه. طبعا انا بتكلم عن الناس اللي وزنها بيزيد بسرعه، مش الناس اللي هم ايه حرقهم سريع فبياكلوا اللي هم عايزينه. لا، الناس اللي وزنها بيزيد بسرعه بيخلي بالهم جدا من موضوع اكل الطياره دوت، علشان الوزن بتاعهم ما يزيدش. في الشركات الكبيره الوزن بيتعمل دايما عليه تشيك، كل ما يزيد ممكن مضيف او مضيفه الطيران يتوقف عن الطيران لحد ما يرجع للوزن الطبيعي، ولما بيتوقف ما بيبقاش فيه مرتب. خلي بالكم من النقطه دي. فانت وانت في الطياره
تخلي بالك من اكلك لما ان شاء الله ربنا يكرمكم كلكم وتبقوا مضيفين. تخلي بالك من اكلك، ما تاكلش اي حاجه. الطياره بتجوع جدا بالمناسبه. الجو الجاف ده بيخليك دايما عايز تشرب او تاكل حاجه عشان ريقك ما ينشفش، وبالذات طبعا اخواتنا المدخنين فاهمين الكلام ده كويس جدا. يبقى خلاص كده احنا خلصنا كل موضوع الاكل عن الطيارين، عملناه في فيديو قبل كده، اللي ما شافوش ممكن يروح يشوفه ويعرف ايه السر في وجبات الطيارين اللي لازم مضيفين الطيران يخلي بالهم منه. وكده النهارده خلصنا اكل مضيفين الطيران، ومحدش بيغرف لحد، ومفيش مضيف بيقوم ياكل المضيفين كلهم. اللي عايز حاجه بيروح يجيبها لنفسه ويسخنها لنفسه وياكل في الوقت اللي يعجبه، لان الكرو كله مش هيجوع في نفس الوقت، كل واحد حر ياكل في الوقت اللي يعجبه وفي وقت الراحه بتاعه. وبالمناسبه ما ينفعش حد من الركاب يشوف حد من المضيفين بياكل او بيشرب، لان في بعض المضيفين في بعض الشركات بينسوا نفسهم وبياكلوا وبيشربوا وبيعيشوا حياتهم تماما قدام الركاب. ولكن طبعا دي شركات بتبقى شركات تعبانه، مفيش فيها رقابه، مفيش فيها بوليسي بتاعه الاكل والشرب بتبقى صارمه. فتلاقي بقى ايه، واحد من الكرو واخد كوبايه شاي وقاعد بيها في اي حته بيشربها قدام الركاب، وعامل بقى ايه كأنه قاعد على القهوه ومش شاغل باله، وهو مش خايف لانه هو مش هيتعاقب، لان الشركات اللي من النوع دوت بتبقى مكبره دماغها على الاخر يعني. وربنا يبعد عنكم الشركات دي، لان صدقوني اللي بيخش في شركه من الشركات اللي من النوعيه دي مش هيطلع مضيف طيران، هيطلع حاجه تانية خالص غير مضيف الطيران. ولو راح لشركه تانية بتبقى سمعته سابقاه، يعني بتبقى انت جاي من الشركه دي لا خلاص مش عايزينك. مش هنقول اسامي شركات لان هي مش بعينها، وفي شركات كانت كده وتحسنت، وفي شركات لسه في طور التطوير بتاعها، فمش عايزين نظلم اي شركات. ويا ريت محدش يسالني ايه اسم الشركات اللي انا بتكلم عليها، فعشان ما يبقاش فيه احراج. فبس كده الفيديو بتاع النهارده خلص. لسه الكوميونتي مفتوح، تقدر تسيب كومنت وتقول رايك والفيديو اللي انت عايزه يتصور، وان شاء الله كل حاجه هتتصور. شكرا جزيلا ليكم، وفي اخر الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. اشوفكم على خير، السلام عليكم.